السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض النهاردة مهلبية، وهنستخدم مع بعض اللبن السائل بنجيبه باللتر. احنا بنقول هنا في مصر عليه لبن، وهو حليب طازة كامل الدسم، ده غير مغلي. واللي حابب يستخدم المبستر ممكن يستغنى عن هيستغنى عن الخطوة اللي احنا هنعملها دي، بس احنا لازم نغلي ده قبل ما نستخدمه. هنحط الاناء كده على النار، وبعدين هنغليه معانا. هنسيبه بقى على النار. هنفضل طبعا واقفين جنبه علشان هو يعني بيجي في لحظة كده ويروح ان هو بيفور مننا من غير ما بناخد بالنا، فلازم نفضل واقفين جنبه لحد لما يغلي، وبعد كده هنطفي عليه ان شاء الله. زي ما احنا شايفين كده ابتدى يغلي من الجناب، خلاص كده هو قرب. فالخطوة دي لازم نفضل واقفين عليه جنبه، ضروري جدا علشان ما بياخدش ثواني كده بيفور مننا. زي ما احنا شايفين كده هو غلي معانا. انا هقفل عليه لحد لما يهدى خالص علشان نبتدي نعمل المهلبية بتاعتنا. دلوقتي خلاص الحليب هزي معايا بعد ما غلي. دي المكونات اللي احنا هنستخدمها معانا في المهلبية. معانا كيسين فانيليا، ومعانا هنا كوباية الا ربع قشطة. قشطة دي عاملاها من قبل كده من على اللبن، من على وش اللبن. بغلي اللبن واسيبه في التلاجة لتاني يوم واشيل القشطة من عليه. ومعايا هنا مج الا ربع كبير سكر. طبعا السكر ده على حسب احنا بنحبه مسكر قوي ولا لا. ومعايا هنا نص كوبايه كبيره نشا، اي نوع احنا بنستخدمه. ومعايا كوبايه ميه هدوب بيها النشا. هحط الميه على النشا وهضيف النشا بالتدريج كده على اللبن. شايفين كده هندوب كويس. اضافة القشطة على المهلبية علشان تخليها كريمي اكتر وتدي طعم حلو وغني كده. دلوقتي بقى هناخد المكونات بتاعتنا وهنروح على البوتاجاز. دلوقتي هضيف السكر، مش هضيف الكمية كلها عشان احنا منحبوش مسكر قوي، منحبش الحاجة مسكرة قوي. وبعدين هدوبه كويس. وهضيف النشا بالتدريج كده، بحيث ان هي لو السمك بتاعها كان جامد شوية، يعني خفيف شوية، هزود تاني. لو مظبوط بالنسبة لي هيبقى كده تمام اوكي. يعني نقول مثلا كل كوباية حليب بتاخد معلقة ونص نشا كتير، معلقة اللي هي معلقة الطعام. افضل اقلب طبعا لحد لما السمك بتاعي يتقل. مش هضيف القشطه دلوقتي، هضيف القشطه والفانيليا. الفانيليا في الاخر خالص. القشطه قبل ما اقفل عليها كده بنص دقيقه. طبعا احنا واقفين ده كله واحنا واقفين معاها هنفضل نقلب بحيث ان هي ما تتكتلش معايا.
القوام ابتدى يتقل معايا اهو. زي ما احنا شايفين كده. هنحتاج شويه كمان مع التقليب المستمر. هنضيف القشطه. بسم الله. زي ما احنا شايفين قوامها عامل ازاي. نتأكد بس ان هي عملت فقاعات كده من الجنب، كده تبقى غليت معانا. وهنقفل عليها وهنضيف بقى الفانيليا دلوقتي. طبعا في ناس ما بتفضلش الفانيليا وبتفضل ميه المورد، بيحبوا يضيفوا لها ماء الورد، فبيضيفوا لها بقى معلقه ونص كده، بس انا بحبها بالفانيليا يعني. زي ما احنا شايفين هي خلاص كده جهزت معايا. دلوقتي خلاص انا نزلتها من على النار. نبتدي نغرفها بقى في الاطباق بتاعتنا، في البولات او في الكاسات بتاعتنا على حسب ما احنا حابين نقدمها. قوامها جميل وكريمي، والقشطة بتخليها غنية جدا في الطعم وبتخليها كريمية. لازم نغرفها بعد ما نعملها على طول علشان ما تعملش طبقة معانا في الحلة، ولما نيجي نغرفها هيبقى شكلها مش لطيف خالص. لازم تاخد شكل الكاس بتاعنا او شكل البولة اللي احنا هنحطها فيه. ونمسح على طول لو في اي حاجة حصلت وهي سخنة كده، بحيث يبقى شكلها لطيف معانا قبل ما تنشف. شكلها مش لطيف خالص. دلوقتي خلاص بقى بعد ما هديت شوية، طبعا بنعملها قبل ما نقدمها بنسيبها تهدى خالص او بنشيلها في التلاجة. ما بتقدمش ساخنة يعني، بتقدم باردة. ده شكلها النهائي. طبعا التزيين على حسب ما احنا بنحب او حسب المتاح عندنا. زي ما احنا شايفين كده. طعمها كريمي جدا جدا. شايفين قوامها عامل ازاي. جميلة جدا جدا، والقشطة بتديها قوام رائع وطعم غني جدا جدا. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا. يا رب يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي. نورتوني جدا.